كنت عايز كنت نفسي نكسب عشان نقول تحيا مصر، فعلا تحيا مصر. فالحمد لله، مبروك ليكم ومبروك للشعب المصري كله، الحمد لله. Yes, you. I start with you. Okay. بس انا من اول البطوله ما غيرتش الكرسي ده 12 ان شاء الله اللي جاي. وش الخير. جود ابو النور الاهرام، الف مبروك ومليار مبروك كابتن حسام. حضرتك اسعدتنا. كان كل الدنيا كانت عندها قلق وشك، لكن كان في جهاز فني بقيادتك عنده ثقه ويقين بربنا وواثق في لاعيبته ان هم يعملوا المعجزه. كابتن، اللي عملته ده مش قليل، انك تتجاوز المباراه الصعبه دي مش قليل، بالعكس ده نهائي مبكر. كابتن، المباراه راحت وجت تحديات كتيره، قول لنا مشاعرك. احنا بنبقى شايفين حركات بس وتحركات على الملعب، لكن طبعا في جوه مشاعر وافكار. عشتها ازاي اللحظات دي؟ لما حضرتك يعني اولا احنا كنا بنلعب تيم كبير قوي، كوت ديفوار عنده لعيبه على اعلى مستوى. كوت ديفوار الفريق اللي حاصل على اخر بطوله حامل اللقب، مباراه صعبه جدا، كسبانين الماتشات الاخيره بنتائج وباداء جيد. ولكن عايز اقول وافكرك حضرتك ان انا كل مباراه من ساعه ما جينا بقول كل مباراه بطوله، من اول ماتش زيمبابوي لحد النهارده بتعامل معاها انا وجهازي واللاعبين ان كل ماتش هو ده البطوله. شعور ان احنا نوصل سيمي فاينال مش سهله، في الظروف اللي في تحديات كتير، بنلاعب منتخبات قويه. الاستعداد بتاعنا من ساعه ما الحمد لله وصلنا كاس عالم وكاس وتصفيات كاس واحنا بنحاول ان احنا نشتغل بشكل معين ومش على نمط واحد. برضو الناس لازم تعرف انا بشتغل انا وجهازي على حسب بندرس التيم اللي هنلعبه ونقاط القوه والضعف. لكن التحديات كانت كل الناس كتير قوي كانوا بيقولوا ان الكوت ديفوار هي اللي ممكن اللي عندها حظوظ اكتر كحامل اللقب وعنده لعيبه كتير. لكن انا اتكلمت مع لعيبتي قلت لهم احنا هناخد بالاسباب اللي احنا متعودين عليها. الاسباب اللي هي ايه؟ الفكره، هو مجرد المدرب او الجهاز مجرد هي فكره ابتكار. الابتكار لو المدرب ما ابتكرش خد فكره او بيحاول ينفذها مع اللعيبه، واللعيبه هي اللي بتترجم تنجحها. بس لازم بتاخد القرار، والقرار لازم تكون في جرأة في الطريقه وفي الافراد اللي انت بتشتغل عليهم. النهارده في اصابات حصلت كتير الماتش اللي فات ومحمد حمدي، لكن دماغي شغاله طول الوقت انا وجهازي ان انا بحضر. المباراه صعبت طبعا، في قبل ما تبدا في صعوبات، في لعبنا 4 اشواط في مباراه بنين ثم لعبنا بعديها ب3 ايام، ودي مش سهله برضو. فعشان كده اللعيبه اللي معايا رجاله وابطال، فان انت تلعب 4 اشواط مع تيم كان بيكافح زي بنين فصعبت كمان الامور. لكن احنا خدنا بالاسباب الطريقه اللي هنلعب بيها والتغييره اللي احنا اضفناها في حسام عبد المجيد. والاصابه عوضنا الاصابه بتاعت محمد حمدي من خلال وجود فتوح واجاد زي كل زمايله على اعلى مستوى، بشكره جدا. وانا بقول يمكن حتى الطريقه اللي احنا لعبنا بيها كل المنتخبات بدات بطريقه معينه، في من بعض المنتخبات ابتدت تلعب بالشكل بتاعنا من اول ما احنا لعبنا جنوب افريقيا. فانا صريت ما يناسب منتخبنا ولاعبتنا وما يناسب الخصم والمنافسين. فالحمد لله خدت القرار ولعبنا بالشكل اللي احنا يناسبنا. ولكن انت بتدي حلول سواء هجوميه او دفاعيه، لكن ما بناخدش طريقه واقول طريقه وما نعملش العناصر بتاعتها او مصطلحاتها. الحمد لله احنا نفذنا، وكل مباراه ليها ظروفها ودورها، ودراسه الخصم مهم جدا عشان نقدر نلعب بالطريقه اللي احنا تناسبنا وتناسب المنافس ان شاء الله. كوتش خليل ابو خليل موقع لو 360 تنقول لك مبروك والف مبروك بمناسبه التاهل للنصف النهائي عن جدارة واستحقاق. اكيد لانه خديتي اخر مباراه في مدينه اكادير ما عمرك ما غتنساها بهذه الذكريات ديالها. فغنخلي لك واحد الرساله مفتوحه يعني منك
الجماهير ديال اكادير، واش تقول الناس ديال طنجه اللي غتكون ضيف عليهم ان شاء الله بدايه من مباراه نصف النهائي؟ شكرا. شكرا. اولا طبعا مبروك لمنتخب المغرب امس صعوده للسيمي فاينال، وبشكر جدا كل القائمين واللي كانوا ساندونا في الاقامه في اكادير، وشكرا لمدينه اكادير بشعبها. كان في راحه نفسيه احنا وجودنا هنا. جماهير اكادير في بعض الماتشات شجعتنا وحسسونا ان احنا موجودين في استاد القاهره، ولكن انا شايف زي ما بقول عيد تاني ان البطوله ناجحه جدا بتنظيمها وبامكانياتها وبالاقامه اللي احنا عملناها وعشنا فيها. وكنا نتمنى طبعا تشجيع الجماهير بشكل مكثف النهارده لينا، ولكن كان ما خدناش لكن ان شاء الله طبيعه الحال طبعا احنا في منافسه، لكن احنا بشكر مدينه اكادير وشعبها والجماهير اللي حضرت. ان شاء الله اللي جاي ايا كان المدينه اللي انا موجودين فيها فاحنا هنبقى مرتاحين فيها ومستعدين، لان الملاعب جيده ونفس الاتموسفير نفس النظام او الحياه او الظروف المحيطه بالبطوله واحده. فالملعب هنا في اكادير او في ملعب في طنجه فاحنا مستعدين ان شاء الله. Bonsoir coach. Bonsoir. C'est ici. Yes. Guillaume Maoutou, Côte d'Ivoire. Coach, sur ce match, qu'est-ce qui a fait la différence et qu'est-ce que vous pensez de cette équipe de Côte d'Ivoire? Merci. ويلكم، اهلا بيك. الفارق ان احنا خدنا بالاسباب وحضرنا كويس للمباراه واحترمنا المنافس، احترمنا كوت ديفوار، لان زي ما قلت هو حامل اللقب الاخير لكاس الامم الافريقيه من سنتين، فاحترمناه بشكل كبير زي كل الماتشات اللي فاتت. بنحترم المنافس، بندرسه كويس، بناخد بالاسباب، بنختار الطريقه اللي احنا هنشتغل عليها، بنشوف الثغرات ونشوف القوه والحاجات الايجابيه والسلبيه للتيم بتاع منتخب كوت ديفوار، او احنا الحاجات الايجابيات اللي احنا في الماتشات اللي فاتت وسلبياتنا بنحاول نقللها. لكن هو ده تحضيرنا وهو ده الفارق. والفرق كمان ان احنا بناخد الامور كل ماتش بطوله. خدنا كوت ديفوار، ان كوت ديفوار حاله خاصه، بقول لك يعني حامل اللقب، فلازم لابد ان مزيد من الاحترام والتحضير الجيد ليهم الحمد لله، والحته القتاليه لعيبه منتخب مصر. Bonsoir coach, ici, merci. Steven Lavon pour cafonline.com. Félicitations pour la qualification. On a vu depuis que vous êtes là que c'est vrai vous gagnez vos matchs, mais à chaque fois quasiment vous encaissez un but. Aujourd'hui vous en avez pris 2. Ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de votre défense. Pensez-vous pouvoir y aller jusqu'en finale comme ça? Et qu'est-ce que vous pensez faire pour remédier justement à ces carences en défense qui vous donnent quand même des peurs souvent dans certains matchs? Merci beaucoup. اهلا بيك ورحب بحضرتك. كرة القدم لازم فيها اهداف ليك واهداف عليك، وبعدين احنا بنلاعب كوت ديفوار. كوت ديفوار حامل اللقب، عنده لعيبه على اعلى مستوى، لعيبه محترفين في كل حته في العالم في اوروبا. فطبيعه الحال ان كوت ديفوار لازم تجيب اجوان او تحرز اهداف لان تيم كبير، ولكن في النهايه الاهم ان احنا نكسب. في النهايه ان احنا جبنا 3 اهداف وكان عندنا فرص تانية، والاهداف بتيجي من اخطاء، يعني الاهداف اللي دخلت فينا في اخطاء وبنحاول نتداركها ان شاء الله. ويمكن الاجوان اللي جت فينا كمان يعني اهداف بكور ثابته، فاول ثم وكورنر، فبالتالي التنظيم بتاعنا في لو هي اجوان عاديه من خلال كور ملعوبه كانت كنا هنبقى في مشكله اكبر، لكن لما تبقى في كور ثابته فحلها متاح لينا ان شاء الله في ان احنا نتداركه ان شاء الله في اللي جاي. السلام عليكم. عليكم السلام. محمود شوقي من جريدة الإذاعة والتلفزيون المصرية. اهلا بيك. وفخور ان واحد من البعثة الإعلامية اللي بتغطي منتخب مصر اللي بيصعد لنصف النهائي معاك. ربنا يخليك. ربنا يكمل المشوار على خير. ولكن سؤالي
سألت محمد صلاح منذ قليل فقال إن المعسكر الحالي هو أجمل معسكر عاشه محمد صلاح منذ سنين طويلة. إلى هذه الدرجة قدرت إن أنت تتعامل مع اللعيبة بشكل نفسي مهم، وإيه اللي أنت قلته للعيبة من شوية في أوضة اللبس؟ اهلا بحضرتك ومبروك عليك، وانت متواجد معانا بشكل جميل والناس اللي موجوده كلهم. المعسكر، نجاح المعسكر جاي من بدايه اول معسكر في العاصمه الاداريه، من اول تجمع. اللاعبين عارفين ان الجهاز اللي موجود جهاز وطني هيقاتل على نجاح منتخب بلده، وهيقاتل ان يجمع اللعيبه بتاعتنا على روح منتخب مصر، وهيقاتل ان ننجح ونفرح جماهيرنا من اول يوم في نظام، في احترام متبادل، في كل لعيب جاي عارف ان مش سهل ان هو يلعب في المنتخب. مش اي حد يلعب منتخب الا لما يكون عنده مقومات ان هو الوطنيه والروح والاصرار وتقبل الطرق الفنيه اللي احنا نلعب بيها، التكتيك اللي نلعب بيه، يكون عنده المقدره ان هو ينفذها. لكن احترام نجاح اي تيم من غرفه الملابس، زي ما بقول غرفه الملابس، العيشه اللي هي الخارجيه. فمعايا جهاز كلهم بيتفانوا في وصول اللعيبه تطلع احسن حاجه عندها. عندي مدير منتخب زي كابتن ابراهيم حسن والاداريين اللي موجودين، بيعرف كل واحد في مكانه الطبيعي وفي حجمه الطبيعي، وان يخلي اللعيبه ان هي تحترم وتعرف معنى وجوده في منتخب مصر.